والله دمنهور برضو من بدايه الموسم السنه دي ماشي بشكل كويس قوي. انما في فرق، انا من وجهه نظري ان المجموعه دي فيها فرق زي المحله والمنصوره والاولمبي متمرسين. متمرسين على اللعب وبيحاولوا يرجعوا بسرعه للدوري الممتاز. لكن كونك ان انت تخش في المنافسه مع هذه الفرق فانت بتجاهد وبشكل كويس قوي. وانا اعرف برضو ان امكانيات دمنهور برضو مش هي الامكانيات القويه قوي، لان دمنهور لو عندهم امكانيات قويه بالتالي كانوا يصعدوا من زمان. وده يمكن زميلنا ايهاب الكتامي مراسلنا لهذه المباراه والمشرف على المجموعه الثالثه قال يمكن حتى الجماهير بدات تلتف بشكل قوي حوالين الفريق يا كابتن احمد. مفيش كلام. الانجازات والنتائج الايجابيه بتخلي الناس كلها خلاص ويتمنوا ان فريق محافظتهم يمثلهم في الدوري الممتاز. وهم عندهم قاعده كبيره جدا بالجماهير. طبعا يعني دمنهور طول عمرها عندها جماهير. فبرضه اللي انا بقوله على سوهاج بقوله على دمنهور، يعني في اماكن لازم الناس تقف اهو. الجمهور واضح ان الجمهور في المدرج وبيساند فرقته. فاتصور ان طبعا انا بحيي معاك الكابتن احمد عاشور على المنافسه، لان المنافسه دي المجموعه دي زي برضو جزء كبير جدا من مجموعه الصعيد. يعني هجوم جماهيريه وشعبيه غير عاديه. نشوف الهدفين. هجوم ضاغط لدمنهور. يمكن قبل ما نطلع لفاصل نشوف الهدفين يعني على استحياء الماليه كان بيتواجد يا كابتن احمد. طبعا برضو ماليه كفر الزيات برضو مش يعني مش ماشيين بشكل جيد السنه دي. انما دمنهور بيحاولوا بقدر الامكان ان هم يوصلوا للمنافسه. طبعا دي غلطه فظيعه جدا من حارس